السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه اجمل متابعين في الدنيا؟ بحبكم كتير كتير كتير. هنعمل بقى معاكم النهاردة وصفات جميلة جدا. هنعمل البط بلونه الجميل وجميع انواع المحاشي. وهنا الرقاق هنعمله بلون جميل مقرمش من تحت ومن فوق، مورق زي ما انتم شايفين كده. لايك الفيديو بقى اللي متابعيني، واللي لسه ما تابعنيش واول مرة يشوفوني يشرفوني بلايك واشتراك وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لهم كل فيديوهاتي. نبدأ بقى في الفيديو، نقول بسم الله. معايا هنا كده بطاية منضفاها كويس على قد ما اقدر. انتوا عارفين طبعا ان البط بيتعب شوية في التنظيف عشان الريش بتاعه بيبقى من تحت الجلد كده وبيضايق شوية في تنظيفه. هنا كده جبت بقى دقيق وافرك بيه بقى البطاية من جميع النواحي. انا هنا كده نقعتها الاول في مية وخل وليمون وشوية ملح زي ما بعمل في الفراخ بالظبط عشان الزفارة. هنا بقى هجيب كمان ليمونة وادعك بيها بقى من فوق ومن تحت كده برضو تاني في البطاية. البط بيبقى زفر شوية عن الفراخ كمان، فلازم بقى تهتم بحتة النظافة دي عشان ما يديكيش اي زفارة. امشي على نفس الخطوات اللي انا عاملاها دي، مش هتلاقي فيه اي زفارة ان شاء الله. تمام كده. طبعا بقى الفرك دوت كمان بيطلع الشعر اللي هو تحت الجلد. انا عماله اقول شعر ليه، هو ريش عمال فبيشيل بقى الريش كده. يعني الخطوه دي بيشيل اي ريش تحت الجلد. تمام. هنا كده بقى انا مولعه على ميه، هنزل بيها هنا كده بقى بطماطميه متقطعه وجزرتين وبصلايه مبشوره بالشكل ده. وهنزل هنا بحبهان وفلفل حصى وقرفه وكمون ولوري. تمام كده. هنزل بقى كده بالبطايه بتاعتي كده على ظهرها. اجمل بط واجمل طعم هتاكلوه بالطريقه دي، حقيقي والله طعمها تحفه. تمام كده. عايزه اقول لكم وانا باكل الكبده بتاعتها كانت روحها هتطلع، الحمد لله بقى ربنا بيسلم. تمام. هنا بقى ايه، فرمت شويه بصل حلوين كده بقى في الكبه. شويه هعمل بيهم اللحمه المعصجه الرقاق، وشويه كده هعمل بيهم الصلصه بتاعت المحاشي. هنا البصل بصوا لسه هو يعتبر لونه فاتح خالص. هنزل بقى كده بالطماطم. ما بحبش احمر البصل في الطبيخ او في المحاشي او حتى في اللحمه اللي هعصجها دي. بحب البصله تبقى فاتحه عشان تدي تسكيره في الاكل، ويبقى اكل كمان صحي وخفيف. هنا كده نزلت باللحمه. ادخل بقى البصل في اللحمه كده المكونين في بعض. تمام. هنا كده كان عدى على البطايه حوالي نص ساعه، قلت اما ابص عليها واقلبها الناحيه التانية بقى كده. هنا كده بشوف الظهر بتاعها لقيته بيتفتح معايا كده، معناها ان هي استوت من الظهر. طبعا في الاخر هنشوفها كده بشوكة. هنا كده قطعت فلفل بقى، قرن فلفل حراق وعليه طماطمايه حطيتهم على اللحمة. هنا بقى هننزل كده بالتوابل بتاعت المحشي. حطيت شوية توابل محشي، نص معلقة وفلفل اسمر وكمون وشطة. تمام كده. والملح بقى المظبوط بتاعنا. هننزل هنا كده برضو بالتوابل، فلفل وكمون، شوية شطة كده صغيرين، والملح. واقلب بقى، هي كده خلاص اتعصجت هطفي عليها.
تمام. اكلك احلى بطريقة اميرة بدر. جربي كده الطرق بتاعتي كده هتعجبك قوي، وتابعي كل فيديوهاتي، اكلك هيفرق كتير. حطيت هنا كده بقى قرن فلفل كده على التسبيكة. هنا قعدت البطاية نص ساعة تاني على الجنب التاني لحد ما استوت، وجسيتها بشوكة كده لقيتها استوت. انزل بقى بالملح بتاعها واقلبها واطفي. تمام. هنا بقى كده هنزل بالرز. الرز غسلاه ومصفياه كويس من المية. وهنا 3 حزم بقدونس على كزبرة على شبت مقطعهم كده رفيع. اقلب بقى كله كده ببعضه وابدا احشي بقى. انا على فكره مختصره في الفيديو على قد ما بقدر ومسرعاه كمان عشان يبقى خفيف كده على قلبكم. متنسونيش بقى بلايك واشتراك للقناه. هنا بصوا كده بقى كان عندي شويه كرنب كده في الفريزر، طلعتهم وقلت اما احشيهم. طبعا كلنا بنعرف نسلق الكرنب، بنسخن ميه كويس ونحط فيها شويه ملح وكمون وننزل بالكرنبه، ونبدأ نشيل ورقة ورقة كده من بره اللي استوى نشيله. عايزة خزين الكرنب اللي هو بتاع الشتا، بتبقى الورقة بتاعته تخينة شوية بحيث ان هو ما يتهريش معاكي في الفريزر. بصوا كده مش مهري خالص. ليه؟ لان هي ده الكرنب بتاع الشتا. عندي هنا بقى الاختراع بتاعي، انا بشيلش هم اي محشي بسبب الاختراع ده. بصوا بيطلع قلب الكوسايه بحالها وقلب البتنجانيه بحالها. المقور ده جميل جدا، ما بستغناش عنه. بنقي كده الكوسه وسط والبتنجان وسط بحيث ان انا ما اتعبش في تقويرهم. بصوا يشيل القلب مره واحده. في نص ساعه بتكوني مخلصه المحشي بتاعك من غير اي مجهود ولا تعب. ورخيص جدا، ده ب5 جنيه هتلاقيه عند اي حد بتاع ادوات منزليه. تمام كده. بصوا في ثواني بتكوني مخلصه التقوير بتاعك. هنا بقى في الحشو، انا هنا كده حشيت الحله، بملى الكوسه لحد 3/4. يعني بصي كده سايبه عقله ازاي. ما تمليش المحشي قوي لان طبعا الرز لما بيستوي فبيدي مساحه اكبر فبيخرج بره كده مبيبقاش حلو. لكن لما تعمليه بقى كده ناقصه بتبصي تلاقيها بقى مظبوطه. وقت السوا بتبصي تلاقي الرز على نهايه البتنجان على طول يعني. تمام كده. هسقيهم بقى واعلق عليهم عشان نعمل الرقاق الجميل اللي شفتوه معانا. دي في الشوربه بتاعت البط بتاعتي. هنا السقيه بتاعت البتنجان بتحطي الشوربه لحد نص البتنجانه. يعني انا بحب اوقف البتنجان كده واحط الشوربه لحد نصه. تمام كده. هوريها لك كده. بصي انا طبعا مميلاها فباينه اكنها كتير لكن هي لحد نصها بالظبط. وهنا برضو لحد نهايه اخر صابع، ما تزوديش عشان ما يطلعش مهري معاكي. بس تمام كده. هعلق عليهم بقى واول ما يتشرب هوطي. هبدأ بقى هنا في عمايل الرقاق. عندي شوية زبدة صفرة كده. هبدأ ابل الرقاق كده بالشوربة. الرقاق على فكرة ممكن تعمليه كمان من غير شوربة، لو ما عندكيش شوربة ممكن تبليه بمية سخنة وتعمليه عادي جدا. وممكن تعملي شوية مية سخنة فيهم مكعب ماجي وتبلي برضو بيه الرقاق.
طبعا بيبقى اطعم بالشوربة، بس يعني احنا بنقول حلول تانية بحيث انها لو مش موجودة ما تأيديش نفسك بأي حاجة ناقصة. هنا انا هحط بقى 4 رقات من تحت، كل رقين كده هعصهم بالزبدة، هدهنهم بالشكل ده. تمام. نبدأ بقى نذكر بعد ونقول بقيات الصلوات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم في الأولين وفي الآخرين إلى يوم الدين، عليه أفضل الصلاة والسلام. حطيت هنا كده بقى 4 رقاقات، ونزلت بقى باللحمة المفرومة المتعصجة في الوسط، وارجع بقى احط 4 رقاقات تاني من فوق بنفس الطريقة. تمام. كل رقين اعصهم بقى بالسمنة برضو لحد النهاية. الخطوة بقى اللي بحبها جدا في الرقاق عشان يدينا وش مقرمش، هتشوفوها معانا بقى، خليكم معانا لنهاية الفيديو عشان طبعا لسه في تكات جميلة هتعجبكم. هنا كده معايا بيضاية ربها بالشكل ده، احط عليها شعرة فلفل اسمر كده، واحطها بقى ادهن الوش بتاع الرقاقة كده، الرقاق اسيبها ترتاح شوية وابتدي ان انا اقطعها. بحب اقطعها قبل ما ادخلها الفرن. هنا كده بقى دخلتها الفرن، هبدأ اعمل الكفر الجميل بقى بتاع البط اللي ادانا اللون الجميل ده. حطيت شوية زبدة صفرة كده وعليهم معلقتين كاتشب ونص معلقة ملح وليمونة ومعلقتين زيت تاني على السمنة. لو عندك خل برضو حطي معلقتين، وحطيت فلفل وكمون. تمام كده بقى هقلب بقى الخلطة الجميلة دي. حطيت هنا نص معلقة كركم. الخلطة دي بتبقى جميلة جدا للفراخ او البط في التحمير، تدينا لون جميل جدا. هبدأ بقى هنا كده ادهن البطة من الظهر كده واقلبها الناحية التانية، وابدأ ادهن بطنها. تمام. اللي استفاد من الفيديو بقى يدعي لي دعوة حلوة كده بصلاح الحال والأولاد، ويدعمني بلايك واشتراك في القناة. هنا بقى قلت اما اعمل شوية لسان عصفور في السريع كده، حمرت اللسان العصفور ونزلت عليه بشوية شوربة. شوربة البط بتبقى في اللسان العصفور جميلة قوي، بموت فيها كده. هنا بقى المحاشي كده بوريها لكم انها استوت، ابتدي اغرف. طلعت هنا بقى صينية الرقاق من الفرن، بس لونها جميل قوي، والبطة كمان مشغله عليها من فوق ومن تحت، اتحمرت مع بعضها يعني من فوق ومن تحت. لو عندك الفرن من تحت بس ولعي من تحت، وبعد كده ولعي الشوايه. وده كان اكلنا النهارده، ينفعك بقى في العزومات، يشرفك في اي عزومه. شكرا لكم بقى، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي.